بيقولوا إن الموت راحة، بس عمرهم ما قالوا إن في ناس بترجع منه. وأكتر حاجة مرعبة مش إنك تموت، المرعب بجد إنك تصحى تلاقي نفسك جوه قبر ملفوف في كفن وسامع صوت التراب بيتردم فوقك. النهاردة هحكي لكم عن ست دفنوها وهي لسه بتتنفس ورجعت من الموت، بس مش عشان تعيش لكن علشان تنتقم. مش عارفة أنا في حلم ولا كابوس ولا في إيه بالظبط. كنت بسمع أصوات جزم فوقية، ألم فظيع في كل جسمي كان بيحاول يقطع شرايين إيدي. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة. اقفل النور والبس السماعات وخليني أخدك في رحلة ورا الحيطة. معانا النهاردة قصة بنت بسيطة من المنيا اسمها أميمة. كانت بنت هادية ومؤدبة وملهاش في المشاكل. اتخرجت من كلية تمريض واشتغلت أخصائية تمريض في الهيئة العامة للتأمين الصحي. من وهي صغيرة كانت بتصدق في الحب، وفعلا اتقدم لها شاب اسمه سامي كان بيشتغل فني تحليل، وكان عنده طموح انه يفتح معمل تحاليل خاص بيه. ولكن هو كان لسه بيدرس في الفرقة التانية في كلية العلوم، برغم انه كان من سن أميمة، ولكنه كان بيسقط ويعيد السنة أكتر من مرة بسبب وفاة والده ووالدته، وإنه كان بيراعي أخوه الصغير. ومسألة عدم توفيقه في الدراسة ما كانتش فارقة مع أميمة، لأنها كانت بتحبه. ولما سامي اتقدم لها ما صدقتش نفسها. وفي الوقت ده والدها كان متوفي، ولكن مامتها واخواتها هم أصحاب القرار، بس أهلها رفضوه وقالوا عليه شخص مش مريح. ولكن هي أصرت تتجوزه ووقفت ضد الكل، وقالت الجملة اللي بتبدأ بيها أغلب الكوارث: أنا بحبه ومش هعيش من غيره. اتجوزته وسابت بيت أهلها، بس من أول أسبوع بدأت تشوف وشه الحقيقي: غيرة، تحكم، وصوت عالي، ودايما عنده شكوك ملهاش آخر. لكنها كانت بتبرر وتقول يمكن مضغوط، يمكن الدنيا مأثرة عليه. عدت السنين وخلفت أول بنت اسمها رحمة، وبعدها خلفت ولدين صغيرين. ولكن الفقر كان محاوطهم من كل ناحية. وفي لحظة ضعف سامي قال لها: سافري يا أميمة، سافري السعودية علشان نعيش كويس. وفعلا سافرت 7 سنين غربة، كانت بتحوش له وبتبعت له كل جنيه وهو في مصر، وبيصرف ويكذب ويعيش على تعبها. وفعلا هم اجتماعيا وماديا بقوا أحسن كتير. وفي 2018 رجعت مصر بشكل نهائي. قالت كفاية غربة وتعب، وكانت فرحانة إنها أخيرا هتبدأ حياة جديدة. رجعت شغلها ورتبت بيتها وجهزت نفسها لحياة مستقرة. لكن اللي استناها في البيت كان أبشع من الموت. في يوم 14 مايو الساعة كانت 6 المغرب، دخلت البيت لقت جوزها واخوه قاعدين. ابتسم وقال لها: مش ناوية تسافري تاني ولا ايه؟ ضحكت وقالت له: كفاية غربة يا سامي، انا خلاص تعبت. وبعدها قدم لها كوباية عصير وشربتها. واخر حاجة سمعتها انها سمعت صوت خبط عالي، وبعدها كل حاجة سكتت. فتحت عينيها على ضلمة، ريحة تراب وبرودة غريبة في جسمها. حاولت تتحرك بس ما قدرتش، وسمعت صوت خبط من فوق وتراب بيتردم. كانت في قبرها فعلا، بس هي كانت لسه عايشة. في اللحظة دي العقل بينهار والجسد بيستسلم، لكن أميمة ما استسلمتش. صوتها ما طلعش وأنفاسها بدأت تتقل. فضلت تتردد جواها كلمة واحدة: يا رب، يا رب. بعد 3 أيام القبر اتفتح. شباب من البلد كانوا بيعدوا جنب المقابر وشافوا حركة غريبة، ولما قربوا وفتحوا المقبرة لقوا الكفن بيتحرك. كانت شبه جثة ولكن لسه بتتنفس. طلبوا منها وعد إنها ما تقولش مين اللي فتح القبر. خافوا يتورطوا وسابوها عند باب بيتها. لما خبطت على الباب اللي فتح لها كان أخو جوزها، وأول كلمة قالها: انت ازاي ما متيش؟ وهنا قدرت تفهم كل حاجة. اللي دفنها بإيده هو جوزها، واللي ساعده أخوه. ومن هنا بدأت فعلا رحلة الرعب.
واستعدوا علشان اللي جاي ده كان أسوأ بكتير. حبسوها في قبو شبه بدروم مظلم، واتحلق شعرها بالكامل، واتعذبت بأبشع الطرق بعيدة عن الناس وعن النور وعن الحياة. كانوا بيحاولوا يخلوها ميتة وهي لسه عايشة، مخدرات، جوع، كهرباء وحرمان وتهديد، لدرجة إن دروسها وقعت من كتر الضرب، وكانت فاقدة للنطق. حتى لما كان بيبقى في جروح في جسمها كانوا بيحطوا عليه توم علشان تتعذب أكتر. وحتى الأكل كانوا بيرمولها بواقي أكل يدوب تعيشها. عدت سنين وهي محبوسة في العدم، وكل يوم كانوا بيتأكدوا إنها لسه تحت السيطرة. لكن في يوم 19/2/2022 حصلت المعجزة، وتقدم بلاغ للنجدة بمكان وجود أميمة في الحومدية وإنها لسه عايشة. واللي قدم البلاغ كانت رحمة، بنتها الكبيرة. وأكيد دلوقتي انتوا مستغربين ازاي هي في المنيا وعرفت ان مامتها لسه عايشة. اكتشفت بالصدفة ان امها مش ميتة. خليني اقول لكم ان في الاول لما الشرطة راحت ولقوا أميمة كانت شبه ميتة، ووشها شاحب وايديها بتترعش وصوتها رايح. ده غير انها في اللقاءات اللي ظهرت فيها كانت تعافت من الادمان، وتعافت بشكل نسبي صحيا. ده غير ان الشرطة حرزت جهاز لابتوب عليه 46 مقطع، وكلهم مقاطع إباحية. المقاطع دي كانت متصورة الاتنين من اللي كانوا محتجزين أميمة، وبعد القبض على الاتنين دول مدام أميمة بتتفاجئ إن هي كمان هتتسجن، وإن عليها حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنين. ده غير جنحتين، واحدة بقرض والتانية بإيصال أمانة. وحرفيا أميمة كل ما كانت بتطلع من مصيبة بتقع في الأكبر منها. والسؤال هنا، الدافع اللي يخليهم يعملوا كده ويردوا الإحسان بشر؟ السؤال ده بدايته سنة 2007 مع سفر أميمة للسعودية اللي كانت متغربة وبتشتغل علشان تصرف على جوزها وأخوه وعيالهم. واتضح إن هو كان من البداية طمعان فيها، وده كان سبب رفض أهل أميمة لما عرفوا وسألوا عليه إنه شخص سيء السمعة. وبدأ يطمع أكتر لما عرف إن أميمة ليها ورث كبير من والدها، لكن الورث ده لسه ما تقسمش، وده بالاتفاق والتراضي بين أميمة وإخواتها تقديرا لوجود والدتهم. فكان اللي في دماغه وقتها إنه هيصبر، وإن والدتها في وقت من الأوقات هتتوفى، وبعدها هيتقسم الميراث وكل حاجة هتبقى في جيبه. وده طبعا لأنه متأكد من حب أميمة ليه. بس لما جت فرصة السفر لأميمة لأن في مصدر تاني هيقدر يعيش منه، وكان بيوهمها إن الفلوس دي بيصرف منها بيحوش علشان يعمل مشروع. والشهر اللي أميمة ما قدرتش تبعت فيه المرتب بعت لها ورقة طلاقها، وهددها إنها مش هتشوف ولادها تاني. ولما اتصرفت وبعتت الفلوس ردها في نفس الوقت. نرجع تاني الرحمة والبلاغ اللي قدمته. أبوها في مرة من المرات نسي التليفون، وتتصل رحمة بالنجدة، وفي نفس الوقت هي اللي بلغت عن الفيديوهات الإباحية اللي كانت على اللابتوب، واللي اتضح فيما بعد إن كل الستات اللي في الفيديوهات دي كان متجوزهم عرفي. واتبرأت أميمة من التهم والأحكام الغيبية، بس لحد سنة 2023 ما كانتش رجعت شغلها، وللأسف مفيش أي مصدر بيقول إيه اللي حصل معاها. حتى كان في تقرير تاني بسيط نشرته جريدة محلية اتكتب فيه السيدة ألف عين تم العثور عليها متوفاة في شقتها دون شبهة جنائية. كل قصة ليها نهايتها، بس مش كل النهايات فيها عدل. في ناس بتدفن وتموت، في ناس بتدفن وهي لسه بتتنفس، وكل مرة التراب بيغطي الجثث بس عمره ما قدر يغطي الحقيقة. ودي كانت واحدة من أبشع الحكايات اللي ورا الحيطة. وفي نهاية حلقتنا أتمنى تكون القصة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي، وده بودكاست ورا الحيطة.